مطلوع الكوشه اللي هبلكم كامل كيفاش ينجح لكم، كيفاش طيبوه، وين طيبوه، ديروه كمشروع مربح هذا الصيف. ما عندي ما نقول لكم. في البلان راه نحط 5 كيسان تاع الماء، مغرف كبيره خميره، مغرف كبيره سكر، ومغرف صغيره ملح، خلطه خفيفه، وغربلت كيلو تاع الفرينه. حطيت نصف الكميه ديالها غير بالمغرف كيما كنتو تشوفوا، وخليت البلاندر يخدم مده 6 دقائق. ومن بعد فرغته فوق نص الكميه تاع الفرينه اللي بقات لي، خلطته وخبطته مليح، وزدت له 2 مغارف تاع الزيت. وهنايا خبطت واحد 4 حتى 5 دقائق. كي غطيته خليته خمر، قرصت خبزات، خرجت 6 مطلوعات ببرات الله يبارك. رمتهم في السميد رطب كيما راكم تشوفوا، حطيتهم في البابي كويسون. وكي كملت كامل جزت للاولى وبديت نحلها غير بيديا، السمك ما رقيق ما خشين. انا استعملت هاد البابي كويسون تاع ايزي فراي، بزاف هايل، سهل عليا. المهم نخليه يخمر ونجوز نشعل الفور تاعي تحت لمسان لأبو سفيان. وهذا هو سر نجاح مطلوع الكوشه. جاي غاز دو فيل يشعل من الفوق ومن التحت، يسخن في بضع دقائق، والمطلوع ديالكم غير في 6 دقائق يا مدام راح تخرجيه ويكون طايب. الله متوفر ب3 احجام. انا هذا ديالي هو الصغير كامل. نطيب فوق الحجره، بصح تقدروا تقلبوا سنيوه، شرط تسخنوها على بالكم من قوه اللي سخون. انا ما نغلقش ميم با الباب كي نكون نطيب فيه، دخله وخرجه بلا ما تطلعوه بلا ما تهبطوه، حطوه ويطيب وحده. اكدولي على الخفه ديالو ولا على البنه اللي فيه هذا المطلوع. درك ما بقى لي غير نقول لكم سلام عليكم.